عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. حطيلي لايك واشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا بقى خلص رمضان وخلص العيد. امبارح كان تالت يوم العيد. النهارده بقى هنرجع بقى لحياتنا الطبيعيه تاني من بعد العيد اهو. اول روتين طبيعي من بعد رمضان والعيد. هنبدا بقى النهارده كده. اول حاجه كده عندي النهارده هروق هنا. هبدا بالصلاه. زي ما انتم شايفين كده العيال واكلين من شويه بوزو وحاجات ورامينها في الارض. وعندي هنا غسيل طبقت جزء منه، والجزء التاني لسه ما اتطبقش، انا لسه شايله من شويه. هروق بقى كل دوت كده، وهكنس الارض وكل ده تمام التمام كده. هنبدا حاجه حاجه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. بصوا بقى كده نكون روقنا، خلصنا الارض، ظبطناها كده وعملنا الكنب برضه اهو الانتريه وطبقنا الغسيل كده. فاضل ان احنا ايه نشيله نحطه في الدولاب. تمام، احنا كده بقى ايه خلصنا الجزء دوت خلاص اهو نضفناه. فاضل لنا بقى ايه الجزء دوت واوضه الاطفال. بس نعمل الجزء دوت الاول، بعد كده ايه نخش اوضه الاطفال. اهم حاجه لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. ودلوقتي بقى هنكمل هنا، ويلا بينا علشان نشوف هنعمل ايه تاني. وكده نكون خلصنا الجزء دوت. روقناه كده وظبطناه ونضفناه كده، وكنسنا الارض برضو، وشلنا الحاجات اللي كانت في الارض وكده اهو. تمام كده بقى ايه خلصنا الصالة كلها كده. فاضل بقى المطبخ واوضه النوم واوضه الاطفال. بصوا هوريكم اوضه الاطفال محتاجه برضك ايه، محتاجه ترويقه جامده كده كده. مكانه نايمين اهو، ويعني في شويه حاجات بسيطه في الارض. ده كده مكان ما مالك قلع بنطلون امبارح، مكان ما جينا من النادي امبارح. ودي الكوتشيهات اللي قلعوها، وديت هدوم على اخويا. فانا كده هرتب الدنيا هنا دلوقتي. بس اهم حاجه كملوا معايا الفيديو عشان تشوفوا كل اللي هعمله النهارده وكل الروتين بتاعي النهارده. واهم حاجه لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك، ومش مشتركين في القناه تشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نكمل. وادي كمان اوضه الاطفال خلصناها وروقناها وكنسنا الارض وشلنا الحاجات اللي كانت في الارض. بصوا انا هنا الملاية مختلفة عن ألوان الأكياس، علشان الملاية مريم أول يوم العيد يعني كانت عيانة وكانت سخنة وكده، فرجعت عليها، فأنا شلتها علشان أغسلها. ورحت فرشت ديت مكانها، كانت نضيفة برضو، ففرشتها مكانها، والتانية ايه بغسلها ونشرتها وكده. وبعد كده هجيبها افرشها تاني مكانها، لان انا ما شلتش الكيس لان الكيس لسه نضيفه يعني لسه ما فيهاش اي حاجه. فهي مريم كانت نايمه على السرير بالعرض كده اهو، فراحت مرجعه على الملايه، فانا شلت الملايه وغسلتها ورحت فرشت ديت مكانها. وبرده ايه هشيل ديت اغسلها وابقى افرش التانية مكانها، عشان يبقى الالوان بتاعت المخدات كيس المخدات تبقى زي ايه، تبقى زي الملايه. وكده خلاص خلصنا هنا اهو. ديت اللي هنا دولت لعب، دول زي ما قلت لكم هدوم على اخويا ما هو بيقضي اجازه العيد معانا هنا. ف كده تكون خلصت اوضه الاطفال. كده بقى فاضل اوضه النوم والمطبخ. يلا بقى بينا علشان نكمل بقيه الشقه ونشوف هنروح نعمل ايه دلوقتي. انا هروح اول حاجه هعملها هي اوضه النوم. يلا بقى بينا علشان نروح نكمل. وجينا اوضه الاطفال، قصدي اوضه النوم، معلش اتلخبطت. بصوا برضو عايزه تتروق اهي. اول حاجه هعملها هنا ان انا هشيل المفرش دوت كده. خلاص بقى خد يومين العيد، اطبقه واشيله. هو نضيف يعني ما فيهوش حاجه يعني ما توسخش وكده. وهغير بقى ملايات السرير وكده علشان ايه تتغسل بقى لها 3 ايام بتوع العيد اهي. فانا دلوقتي اول حاجه هعملها ان انا هطبق ده. ويلا بقى نشوف بقى هنعمل حاجه كده ونخلص مع بعض النهارده. يلا بينا بقى عشان نكمل.
وادي اوضه النوم بعد ما روقناها. غيرت ملاية السرير، شلت المفرش، طبقت المفرش القطيفة عشان لسه بنتغطى بيه. كنست الارض، ظبطت الدنيا كده. شلت بقى ايه الهدوم اللي كانت هنا اللي خالد آه خلعها، يعني الهدوم اللي عاوزه تتغسل شلتها، وغيرت الملايات وظبطت الاوضه بقى كده. كده بقى ايه الاوضه ما بقاش فيها حاجه كده، ما بقاش فاضل غير المطبخ اللي نخش نروقه ونعمل الاكل النهارده. بس المطبخ عايز شويه وقت كده علشان ايه حاجات هتتشال وحاجات هتتحط والكلام دوت. فانا هقفل دلوقتي هنا الفيديو، وبعد كده هروح ايه للمطبخ. اهم حاجه لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، ويلا بينا نكمل. وادي المطبخ، بصوا، ولا كأنه كان متنضف يوم الوقفة، ولا كأنه كان طلعان عيني فيه خالص. مش مطبخ يا جماعة، ده مطبخ ناس سالفينه منهم. محتاج طبعا تنظيف تاني وترويع اهو. هنشيل كل الحاجات دي، ده الصينية ديت مكان ما كنا بنتغدى دلوقتي، والحاجات ديت كلها هنشيلها. تمام. وهنغسل البوتاجاز وهنغسل المواعين، وديت هنفضي الحاجات اللي فيها وهنغسلها ونشيلها بقى كده، خلاص مهمتها خلصت. تمام كده. وكل الحاجات ديت هنشيلها برضو اهي. يلا بقى بينا كده نشوف هنعمل ايه دلوقتي. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك يا جماعه، اللايك اهم حاجه. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، ويلا بينا نكمل. وادي كده المطبخ خلاص خلصناه، وغسلنا المواعين وغسلنا الحوض مكاننا كده، وعملنا البوتاجاز كمان نضفناه. وهنا بعمل شوربة عدس اصفر عشان من قبل رمضان بكتير ما كلناهوش. هنا بقى من اللحوم والحاجات ديت. بس بصوا قعد ينزل اهوت ونزل على الحوض وانا لسه ماسحه الحوض، يعني مش عارفه حتى العدس معاندني يا جماعه، مش قادره اقول لكم. وكمان عملنا الرخامات روقناها كده ونضفناها برضو كده. بقى فضل ان احنا نكنس الارض هنا ونمسح كده بالشرشوبه بقى علشان ايه نلمع كده ونكون ايه خلصنا المطبخ كمان. دلوقتي بقى هقفل معاكم علشان ايه اكنس وامسح الارض. وادي كمان الارضيه كنسناها ومسحناها كده، مسحت السيراميك ولمعته كده. وكده نكون خلصنا الروتين بتاع النهارده. عايزه اقول لكم اتشجعوا وقوموا كده اعملوا شغل البيت كده واعملوا الروتين بتاعكم. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديده. بس اهم حاجه لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. ودلوقتي بقى هروح علشان اكمل بقيه العمايل العدس. تمام. وعندي بقى شويه غسيل في الغساله كده. لسه الغساله يعني ما خلصتش، لسه الغساله بتغسل. بس استنى عشان الفرش لسه الغساله اهي بتغسل. هسيبها تغسل وبعدين ان شاء الله باذن الله يعني هشيل الغسيل اطلعه وانشره وهحط غسيل تاني. هو احنا يعني ايه كل حياتنا عبارة عن كده، ان احنا بنغسل غسيل وبنشيل غسيل وبنحط غسيل كده. دوت الحاجات اللي انا طلعتها دلوقتي، الغسيل اللي انا جبته دلوقتي عشان يتغسل، الملايات اهيت اللي انا لسه شايلاها والهدوم ديت. بس طبعا ده مع الالوان ده لوحدي، وديت مع الابيض لوحديها علشان ايه مش حاجه تبقى على حاجه ومش حاجه تخرط لون على حاجه. طبعا دوت بردك غسلته وهنشيله. اهم حاجه بس ايه لو مش مشتركين في القناه تشتركوا علشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. واستنوني بقى فيديو ان شاء الله كده لما نروح النادي تاني عشان امبارح معرفناش نصور من الزحمه اللي كنا فيها، كان النادي زحمه موت. فاستنوني بقى في فيديوهات جديده عشان اصور لكم ان شاء الله لما نروح النادي تاني وتشوفوا كل جديد. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اللايك يا جماعه، تعملوا اللايك، تشتركوا في القناه. ومع السلامه.